السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معي من جديد على قناتكم البساطه مع كريمه. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. الاقتراح ديالي اليوم غادي نحضر معكم فطائر بالجبن، كتجي رائعه جدا بدون لا عجن ولا دلك، كتجي خفيفه قطنيه غايه في اللذه. ان شاء الله اخواتي تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وكالعاده لا عجبكم هذا الفيديو كنتمنى انكم توصلوه لاكبر عدد من اللايكات. ما نطولش عليكم، ننتقلوا جميع باش نتعرفوا على المقادير وكذلك طريقة التحضير. فرجة ممتعة. بالنسبة للمكونات أخواتي، عندي كأس ونصف من الماء الدافي. هنا ضفت الكأس الأول ثم الكأس نصف الكأس، ما تصورش معايا، يعني مجموع ديال الماء اللي ضفت كأس ونصف. ثم غادي نضيف ملعقة صغيرة من الملح وكتبقى على حسب الذوق. كذلك غادي نضيف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، ثم ملعقة كبيرة من السكر حبيبات، كذلك ربع كأس من الزيت. بالنسبة للماء ممكن أخواتي تعوضوه بالحليب، لكم الاختيار. صافي هنا كنخلط مزيان غير بسباتيل، ممكن تخلطوا بالخلاط اليدوي. صافي غادي نضيف الدقيق. بالنسبة للدقيق تضيفوه دفعات، ضفت الكاس الأول ثم الكأس الثاني، طبعا الدقيق منخول من قبل، وكنخلط كما كتلاحظوا غير بسباتيل او خلطوا بملعقه. مهم في الاول كما كتلاحظوا كنخلطوا مزيان. هاد المرحله هذه كتغنينا عن الدلك، يعني هاد العجينه بدون دلك. هنا كذلك غادي نضيف الكأس الثالث، وانا كنخدم بطبيعه الحال كما كتلاحظوا. هاد العجينه كتكون خفيفه نوعا ما كتكونش خفيفه بزاف، ولكن يعني كتكون كتلتصق في اليدين. هنا كذلك غادي نضيف الكأس الرابع، يعني المجموع اللي ضفت 4 ديال الكؤوس، ما يعادل 400 غرام كما كتلاحظوا. هذا هو القوام ديال الخليط او العجين اللي خصكم تحصلوا عليه، يعني عجينه كتلتصق في اليدين. ضروري يكون القوام ديالها على هذا الشكل هذا باش تحصلوا على واحد الفطائر اللي يجيوكم خفاف وقطنيين من الداخل. صافي هنايا غادي ندهنها بالزيت، نحولها لواحد الاناء اخر وندهنها بالزيت ونغطيها بكيس بلاستيكي ومنديل ونخليها تختمر حتى يتضاعف الحجم ديالها. صافي هنايا تقريبا 25 دقيقه يعني كانت اختمرت. هنا كنخرج منها داك الهواء وغادي نقسمها كويرات. انايا خرجت منها صراحه 9 ديال الخبيزات، يعني 9 ديال الكويرات. كما تلاحظوا معايا اخواتي، يعني العجينه كلها منبله، يعني عجينه اللي ناجحه واخا اننا ما دلكناها ما والو. صافي هنا كنكورها وكنوضعها في اللاطه اللي فرشت ليها ورق الزبده، ممكن ندهنوها غير بالزيت. هنا بالنسبه لهاد الفطائر نتوما كتحكموا في الحجم، ممكن ديروا الحجم اللي بغيتو. انا درتهم هنايا متوسطين. صافي هنايا كنخليهم يرتاحوا قليلا ثم كنبسطهم ونخليهم يختمروا مره ثانيه. ما يختمروش بزاف، تقريبا خليتهم واحد 10 ديال الدقائق فقط. وغادي ندهنهم هنايا بعد ما خليتهم 10 ديال الدقائق، غادي ندهنهم هنا بصفار بيضاء اللي ضفت ليها القليل من الحليب. هنا كما قلت لكم اخواتي ممكن ديروا الحجم اللي بغيتو. انايا درت هنا 9 ديال الخبيزات، ممكن ديروا غير 6 وديروهم كبار، يعني لكم الاختيار. وصراحه هما شحال ما صغرتوا الحجم ديالهم كيجي الحجم ديالهم زوين، وكتبقى يعني الرغبه ديالكم اللي بغيتو نتوما. صافي هنا بعد ما كملت كما كتلاحظوا غادي نضيف لهم هنايا الفرماج احمر. ممكن هنا تكتفيو غير بالفرماج الاحمر او يعني ديروا غير نوع ديال الفرماج. انا درت هنايا الفرماج الاحمر وكذلك درت الجبن موتزاريلا، يعني الصراحه ساهلين واقتصاديين، يعني كما لاحظتوا معايا ما فيهمش كثره المكونات او التعقيدات، وما كياخذوش الوقت بزاف، يعني سريعين في التحضير. هنايا عندي الجبن موتزاريلا قطعته هكا قطع صغيره وكنوضعها هكا على هذا الشكل هذا.
هنايا كنحاول انني نوضع فيهم كاملين، يعني الكميه متوازنه ديال الجبن. صراحه كيجيو رائعين جدا، وهاد الفطائر ممكن تعتمدوهم حتى في الشهر الكريم مع شوربه او الحريره، كيجيو صراحه رائعين جدا، كيجيو خفاف قطنيين. هنا صافي من بعد ما كملت هنايا الجبن غادي نضيف هنايا الفلافل. عندي هنايا الفلفله حمراء وكذلك غادي نضيف الفلفله خضراء اللي قطعتها طبعا كما كتلاحظوا يعني مكعبات صغار. ممكن كذلك تضيفوا حتى الفلفل الحار حتى هو كيجي رائع جدا. صراحه فطائر من اروع ما يكون، ان شاء الله اخواتي تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. هنا من بعد ما درت الفلفل الاخضر غادي نزيد كذلك الفلفل الاحمر، وراهم سريعين في التحضير ديالهم، ما كياخذوش الوقت بزاف. صافي هنا كنزيد الفلفل الاحمر. وبالنسبه للطريقه ديال الطياب اخواتي غادي نطيبهم في الفرن الكهربائي. طبعا شغلت الفرن درتو يسخن مزيان وغادي ندخلهم للفرن. طبعا وضعتهم في الوسط، النار من الاسفل والاعلى على 180 درجه تيطيبوا ياخذوا هذا اللون هذا، راه ما كياخذوش الوقت بزاف. وكما كتلاحظوا يعني الشكل ديالهم كيجي رائع والمذاق ديالهم لذيذ وكيجيو خفاف، يعني النتيجه راها واضحه امامكم عفوا. يعني كيجيو قطنيين مصوفين من الداخل. انا اكيده لا جربتهم غادي ينالوا الاعجاب ديالكم وتعتمدوهم في هذا الشهر الكريم وكذلك من غير رمضان. يعني تقدموهم هكا مع حساء فعلا كيجيو رائعين جدا. وكما كتلاحظوا يعني كيجيو مقطنين من الداخل، ما كيجيوش معجنين ولا كيجيو خفاف. كنتمنى اخواتي هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتوصلوه لاكبر عدد من اللايكات، وكذلك التعاليق ديالكم المحفزه والبارطاج مع الاهل والاصدقاء كي تعم الفائده. واللي مازال مشترك في القناه ديالي بطبيعه الحال عجبو المحتوى كنتمنى انه يشترك في القناه ويفعل زر التنبيهات باش يوصلكم كل ما هو جديد. والى اللقاء مع الجديد ان شاء الله.